السلام عليكم. النهارده هقدم لكم ازاي نعزف التتر مال بتاع مسلسل برنس. وهستخدم لكم انا عزفته قبل كده واستخدمت كورد السول، لكن هي اصلا بتتعزف من كورد الدو، وكنت منزل 1 2 3 4 5 6 7، كنت منزل 7 عشان اعمله كورد السول كورد الدو. فكتير سألني انت عاملها، انت عازفها ايه عشان يعزفوها، لكن انا عازفها النهارده بطريقه سهله جدا واعلمها لكم من كورد المي. ليه كورد المي؟ كورد المي اسهل كورد لانه كله ابيض اهو، شوفوا. الفيديو ده اعمله على جزئين، هقسم الاغنيه على جزئين. النغمه كلها، الاغنيه كلها على كورد السول ما عدا جزء بس فيه تشريق، وده موجود في اللازمه الثانيه. فنسمع المقدمه كده. مرة تانية اعملها ببطء، وممكن نقول نغمات اللي هي مي فا مي، مي فا مي دو ري مي دو سي لا، وبعدين نرجع تاني مي فا مي سي سي دو ري دو دو ري سي لا سول. اسمعوا بقى كده. وقفنا عند السول، هيبدأ العزف أو هيبدأ الإيقاع من الدو، بس هيبقى نغمة المي. تلاحظوا اللي هنا دو ري مي سول فا دير أو فا سودا سول. مرة تانية هعملها لكم ببطء. دوري هنا بضمن، وفينا تقسيمة بتاعت كمانجا اللي هي طبعا. في بعد كده الغنى الموال، ممكن نعمل رد. بعد كده في كمانجات، في كمانجات بتعمل كده قبل الغنى. الغنى بقى بيبتدي من السول، اللي هو اللي قلت حبايبي هما سول 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 فا فا مي فا مي. مرتين كده.
ما بقولش نغمات، بس انا عايزكم تراقبوا مع اعملها ببطء مره تانية. هتبتدي من الصول، الجزء الثاني فا، من اول اللي هو الجزء الثاني اللي هو كنت دايما الرد مي صول فا. ده الجزء الاول. بعد كده في اللازمه، والجزء الثاني ان شاء الله بعمله لكم في جزء تاني. بس ارجوكم يعني ارجو انكم تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي رد برايكم في الفيديو ده.